ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. هعمل معاكم النهارده بقى الفيديو بتاعي، هعمل معاكم حمام. هعمله بطريقه سهله وبسيطه وباذن الله هتعجبكم. معايا هنا كده معلقه سمنه، ودي الكبد والقوانص بتاعه الحمامه. بقطعها صغير وبشوحها كده في معلقه سمنه الاول. تمام. هشوحها بس تشويح كويس يعني. وبعدين هنزل عليها بقى دلوقتي بصل متقطع صغير. انا كده بعمل الرز اللي هو الحشو بتاع الحمام. انا هحشيه النهارده برز مش فريك. باذن الله هعمل معاكم برضو فيديو قريب هحشيه بالفريك. تمام. كنت مقطعه بقى بصل كده تقطيع صغير. هبدا ان انا انزل عليه هنزل على الكبد والقوانص بالبصل يتشوحوا بس تشويحه كده بسيطه مع بعض. وادي توابل كمان، فلفل اسمر وكمون وشوية ملح. وكمان هديها رشة جوزة الطيب، رشة بسيطة من جوزة الطيب. ما تنسوش يا جماعة لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة عندي وحطوا له لايك واكتبوا لي كومنتات حلوة زيكم وشجعوني ان انا اعمل لكم حاجات احلى واحلى بكتير وافضل معاكم دايما بإذن الله. هنا بقى كده كنت بغسل في الرز. فجبت الرز اهو هنزله على البصل وعلى الكبد والقوانص. انا عامله كميه رز صغيره عشان انا معايا هم حمامتين بس مش معايا كتير يعني. اللي هو كل واحد يعمل على قد اللي موجود عنده او موجود في بيته. وكمان الرز بتاع الحمام بحب اديله رشة قرفة. رشة القرفة بتديله طعم حلو قوي. وادي الملح بقى خلاص اهو. وهبدأ ان انا اشوحه برضو مع بعضه تشويحة كويسة. ممكن كمان تحطي وانت بتحطي البصل تحطي فص توم، بس انا ما حطيتش توم. وادي كمان اهي رشة الجوز الطيب اللي انا كنت بقول لكم عليها، هي رشة بسيطة خالص مش كتير. وهشوحه بقى مع بعض وهنزل عليه بقى بالميه. الميه هنا مش ما بتحطيش ميه زي الرز العادي، لا انت بتحطي ميه قليله. بحيث ان انت هتسوي الرز نص سوا. يعني شايفين الرز باين من الميه، مش الميه مش مغطياه خالص. هو يا دوبه بس يعني الميه يا دوبها مغطيه يعني، مش الرز كله، هو الرز باين منها يعني زي ما انتوا شايفين كده. علشان انا بسويه نص سوا مش سوا كامل. بس انا اصلا الحته دي كمان انا الحمام اللي معايا كان كبير فانا ما كنتش اعرف هو يعني جاي له كده، فما كنتش اعرف ان هو كبير فخد مني سوا كتير قوي. فالحته دي كمان يعني انا لو اعرف ان الحمام بتاعي كبير ما كنتش عملتها، كنت حطيت الرز فيها ني. بس لو حمام صغير لازم تدي الرز نص سوا زي ما انتوا شايفين كده. انا معايا بقى حمام منضفاه وغسلاه حلو قوي. وهبدا بقى ان انا بحشيه الاول من بطنه كده، يعني من جوه الحته اللي هي بيبقى فيها الكبد والقوانص كده. وكمان انا خاليه تحت الجلد. ماشي. هحشيه دلوقتي برضو من تحت الجلد ومن الرقبه. شكل الحمامه يعني بيكبر الضعف. بجد بيبقى شكل الحمام اللي هو بتاع المطاعم كده، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي. انا زي ما قلت لكم هو كان جاي لي اصلا متنضف، بس انا عدت عليه تنظيف يعني، ونقعته بقى في ليمون وكده. كان في واحده مخليه بطنها كان سليم وواحده كان فيها قطع. انت هتشوفوا معايا. فهي ما فرقتش مني ولا حاجه في السلق، بس هي اصلا كانت مقطوعه يعني. انا بقى ببدا ان انا زي الحته دي بدخل فيها صباعي بالراحه كده، بفصل الجلد عن اللحم. وبحشي برضو في الحته دي بحشي فيها رز. وبحشي برضو من الرقبه. تمام زي ما انتوا شايفين كده انت بتحشي كده حشو بسيط. وكمان الرز معاكي بيبقى واخد نص سوا يعني مش هيزيد معاكي قوي. بتبدأي تحشي الرقبة والبطن من جوه وبين الجلد وبين اللحم. الحمامة بيبقى شكلها زي ما قلت لكم بيتضاعف، حجمها بيتضاعف يعني. بيبقى شكل الحمام اللي هو بتاع المطاعم. اهو زي ما انتوا شايفين دي كده، دي اللي كانت سليمة. التانية كان فيها قطع في بطنها، هي جايه لي كده. حاولت ان انا اداويها كده بخلة سنان، بس برضو الموضوع ما ينفعش يعني. وزي ما قلت لك الرز اعملي الكميه على قد الحمام الموجود عندك. انا كان عندي هما حمامتين فعملت على قدهم وخلاص. ببدأ بقى ان انا اقفلها، واحده رجل بتدخل في الفتحه دي والرجل التانية بتبقى تحتها. تمام. بيبقى بالشكل ده كده، وما تخافيش هي بتنزل على المية المغلية. هي بتقفل نفسها، الرز ما بينزلش منها ولا حاجة. والرقبة انا قفلتها كده خلاص بخلة سنان، بقفلها من فوق بخلة سنان. وببدأ الجوانح كده بتنيها ورا ظهرها.
بطن الجوانح ورا ظهر الحمامه. شايفين الشكل؟ هو بيبقى شكل الحمام بتاع بره بالظبط. هنا معايا اهو ميه مغليه، هبدا انزل الحمام على وشه، يعني على البطن بتاعه، مش هنزل على الظهر، والميه مغليه. زي ما قلت لكم الحته دي كانت مقطوعه، حاولت ان انا اقفلها بخله سنان، بس برضو هي هتفك يعني في الميه. بس ما فكتش قوي، مش كل الرز اللي فيها نازل، هي بس الحته اللي انا قافلاها بخله السنان دي هي اتفتحت، وشويه رز صغيرين نزلوا، انما الرز اللي كان في الرقبه كان لسه زي ما هو. زي ما قلت لكم انا بنزل بال هنا بقى نزلت اهو بصلايه متقطعه 4 وطماطمايه ورشه جوز الطيب، وهحط كمان ورق لورا وفلفل اسمر بقى وكمون وشويه بهارات صغيره ومكعب مرقه دجاج وهسيبها، مش هحط ملح دلوقتي. زي ما قلت لكم عشان الحمام بتاعي كان كبير شويه في يعني هو كبير عجوز في السن، فخد خد مني سوا كتير. انا لو كنت اعرف كده كنت حطيته في الحله الضغط، بس ما كنتش متخيله ان هو هياخد السوا ده كله يعني. وزي ما قلت لكم كنت بتحط الحمامه نزليها على ميه مغليه وخليها تنزل على بطنها، يعني البطن اللي انت حشيه رز ده الحمامه تنزل عليه، ما تنزلهاش على الظهر يعني. وباذن الله مش هيفرقع منك خالص، وهيبقى حلو قوي. انا زي ما قلت لكم اللي فضت مني شويه رز هي كانت اصلا من قبل ما اسويها، هي اصلا كانت مقطوعه، هي ما فرقعتش مني ولا حاجه. دي كانت السليمه اللي انا بوريها لكم، والتانيه والتانيه هتشوفوها برضو بس في الاخر، يعني كانت متداريه شويه. هبدأ بقى ان انا احمره. انا بحمره وبحط زيت وبحط معلقة سمنة بلدي في قلب الزيت. في ناس بتحمره كله بسمنة بلدي، بس اكيد احنا مش هنعمل كده يعني. انا بحط شوية زيت ومعلقة السمنة البلدي، ببدأ ان انا بقى احمر فيه. ممكن كمان تديله دهنة صلصة خفيفة لو انت مش محتاجة الزيت، او تحمريه في زيت تديله دهنة صلصة بسيطة وتدخليه تحت الشواية في الفرن، برضه هيديكي نتيجة كويسة قوي، وبرضه يعني نفس الطعم عادي. انا هنا لما استوى وخرج شلت منه الخلل بتاعت السنان اللي انا كنت مقفلاه بيها، وهبدا بقى ان انا احمره. الجناح بتاعه زي ما قلت لكم بيتني ورا الظهر، بس زي ما قلت لكم ان الحمام بتاعي كان كبير فما شاء الله هو اصلا عظمه كان ناشف. ف مش عارفه، الحمام التاني الصغير بيبقى طري كده، اللي هو العظم بتاعه نفسه بيبقى طري، بيبقى الصراحه طعمه احلى يعني. بس زي ما قلت لكم انا مش شارياه يعني، فخلاص هعمله بقى وخلاص. هبدا بقى كده ان انا احمر في الحمامية كويس. جربوه باذن الله هيعجبكم. كمان جربوا طريقه الخلطه بتاعه الرز، يعني بتدي طعم الصراحه وهم بجد يعني، كمان يمكن بيبقى احسن من بتاع بره بكتير، وكمان حاجه انت ضامنه نظافتها وعارفه انت عاملاها ازاي، باذن الله هتعجبكم. دي بقى الحمامه اللي كانت مفرقعه، اللي انا لسه قلبها، هي ما فرقعتش مني زي ما هقول تاني، ما فرقعتش مني، هي اصلا كانت مقطوعه من قبل ما احشيها اصلا. زي ما انتم شايفين الرز بتاع الرقبه اللي انا حاشاه في الرقبه لسه اصلا موجود، هي بس الحته اللي هي في البطن الصغيره دي هي اللي اتفكت، وشويه رز نزل منها وخلاص. انما الرز اللي في الرقبه من فوق لسه موجود، والرز اللي في بطنها لسه موجود. ادي بقى شكل الحمام اهو. انا كنت عامله اصلا محشي ورق عنب جنبه، بس ما رضيتش اصور معاكم، يعني اللي هو انا صورته كذا مره في القناه، فما رضيتش اصور. لو عايزين فيديو المحشي بتاعي ادخلوا عندي في القناه هتلاقوه، عامله جميع انواع المحاشي. وادي الشوربه بتاعته نظيفه اهي وما فيهاش اي حاجه، وكمان طعمها حلو قوي يعني. شوربه الحمام من الشوربه من الحاجات اللي طعمها بيبقى حلو، في ناس ما بتحبهاش بس هي بجد طعمها بيبقى حلو. ادي بقى شكل الحمام معايا اهو، شكل الاكل. وشايفين الحمامه المفتوحه ورا اهي. آه، هي تمام ومية فل وعشرة، والرز موجود فيها، بس هي الحتة اللي كانت مقطوعة هي اللي اتفكت وخلاص. ادي الشكل اهو. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير. هتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. اشوفكم في رعاية الله، مع السلامة.